السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. مهما دقنا من كنافة او اي افتكاسات في الكنافة الا احنا بنعشق وبنحب جدا جدا الكنافة القديمة بتاعتنا البسيطة بتاعت امهاتنا اللي هي بالمكسرات. حاجة كده سهلة وبسيطة وبتتعمل في السريع سريع، وطبعا ما ينفعش ما نعملهاش في رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير، وربنا يعيد علينا وعليكم الأيام يا حبايب قلبي. معايا النهاردة هنعمل الكنافة بتاعت أمي الله يرحمها، اللي كانت بتعملها بكل حب وفي رمضان وغير رمضان كمان. أول حاجة هنا معايا الشربات بتاع الكنافة بيبقى تقيل شوية، حاجة كده بسيطة. معايا هنا كوبايتين من السكر، ومعايا كمان كوباية ونص من المية. وبعد كده هيبقى معايا كمان ظرف من الفانيليا وعصرة ليمون. ممكن نستبدل الليمون بشريحة برتقان أو شريحة ليمون عادية نحطها مع الشربات. وكمان معايا نص عود من القرفة، بيدي طعم حلو جدا جدا يا حبايب قلبي للشربات. ممكن كمان نستبدل القرفة بتطعيمة تانية، اللي هي ممكن نحط واحدة حبهان، فص حبهان، بتدي تطعيمة حلوة جدا جدا يا حبايب قلبي للشربات سواء القرفة أو الحبهان. بعد كده حبايب قلبي هنبدأ بقى نقلب كده تقلبتين لحد ما السكر يدوب، وهنسيبه 10 دقايق بالظبط على النار ياخد غلوتين حلوين، وبعد كده هنقفل عليه. هنيجي بقى بعد كده هنا للكنافة. معايا هنا نص كيلو من الكنافة، قطعتها بقى. بحاول اقطعها كده، انا ما بحبش احطها في الفريزر. انا كنت جايباها طازة وعملتها ايه طازة كده. بدأت بقى أقطع فيها وأفرفت فيها أي تكتلات ولا أي حاجة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. ما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي، لو وصلتوا لحد هنا في اللايك والشير وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم من قناتي كل جديد. بعد كده معايا هنا معلقتين من السكر البودرة، ومعايا كمان كوباية من السمنة السايحة. ممكن تستبدليها بسمنة بلدي عادي، مفيش أي مشكلة خالص. بعد كده هبدأ بقى أقلب كل المكونات الحلوة دي مع بعضها يا حبايب قلبي لحد ما السمنة والسكر الكنافة تشربهم كلهم. هنبدأ بقى نقلب تقلبتين حلوين، وهنا معايا زبيب وجوز هند وسوداني. دي اللي هي المكسرات اللي الشعبية اللي بتبقى في أي بيت يا حبايب قلبي بتبقى موجودة. عندك عندك اللهم صل على النبي بندق ولوز وعين جمل، مفيش أي مشكلة، بس أنا حبيت أعملها زي ما كانت أمي الله يرحمها بتعملها وطالعة زي الفل. بعد كده جبت هنا حتة من السمنة صغيرة، سيحتها أو حطيت يعني دهنت بيها الصينية بتاعتي. هبدأ اخد بقى نص كمية الكنافة واحطها في من تحت في الصينية، وابدأ بقى ايه اوزعها كده زي ما انتوا شايفين، وهضغط عليها بصينية اصغر منها عشان تبقى تمام كده وكويسة في الصينية، ما تلقش مني في الصينية، بتبقى ايه مضغوطة، بتبقى حلوة كده. انا ضغطتها ضغطتين تلاتة مش كتير عشان ما تبقاش مكتومة، لا انا عايزاها تبقى ماسكة نفسها وفي نفس الوقت هشة كده وحلوة. بعد كده حطيت المكسرات اللي معايا، زي ما قلتلك عندك اي نوع مكسرات تاني ممكن تحطيه مفيش اي مشكلة. وبعد كده هبدأ احط النص التاني من الكنافة، وبرضو هوزعها توزيعة حلوة، وهبدأ برضو ادوس عليها بالصينية بحيث انها تبقى كلها متماسكة مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. طول ما احنا واقفين كده في المطبخ نستغفر ونصلي على النبي ونعمل الحاجة بحب. طبعا احنا في رمضان، كل سنة وانتم طيبين، والحاجة هتطلع منك يا ست الكل زي الفل وزي العسل. بعد كده انا اديني اديت لها برضو ضغطتين كمان، وهنبدأ بقى ندخلها الفرن. هنبدأ ندخلها الفرن على نار متوسطة مش عالية قوي عشان انا مش عايزاها محروقة. وبعد كده هحطها في الفرن، بتاخد حوالي تلت ساعة
نص ساعة ل5 دقايق، وبعد كده هحطها تحت الشواية تاخد اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. وهي سخنة الشربات بيبقى دافي، لا سخن قوي ولا ساقع قوي. بعد كده وزعت بقى الشربات عليها زي ما انتوا شايفين، لا خفيف ولا تقيل، متوسط، كويس جدا جدا وحلو. وبسم الله ما شاء الله الكمية اللي انا عملتها قضت الصينية وبقت زي الفل. بعد كده التركية بقى اللي هتطلع منها طرية جدا، بغطيها وهي سخنة بعد ما حطيت عليها الشربات بغطيها زي ما انتوا شايفين. طلع بسم الله ما شاء الله طرية جدا يا حبايب قلبي، وبألف هنا وشفا على قلبكم. وكل سنة وانتوا طيبين وبألف خير، ورمضان كريم عليكم.